هل لازم استعين بمكتب هجرة وانا بقدم للهجرة لاستراليا؟ بص، لو انت الوظيفة بتاعتك من الوظائف اللي هي السالكة زي مهندس مدني، مهندس معماري، بعض الوظائف كده ما بتبقاش محتاجة فيها، فنصيحة ان انت تكمل لوحدك. لو انت عندك شك في حاجات، مثلا التأمينات فيها مشكلة، الشهادات، الخبرة، الشركات، الافضل طبعا ان انت تستعين بمكتب هجرة، لان مكتب الهجرة هو هيساعدك، هو هياخد منك طبعا فلوس كتير، لكن يعني بدل ما تلبس في الحيط، لان انت لما تيجي تدفع الفيزا بتدفع، ممكن تدفع لو انت اسرة 5 افراد ممكن توصل لحوالي 10,000 وشويه دولار استرالي. لكن لو انت الورق بتاعك مظبوط والشركات محدده ومعروفه وعندك التامينات الاجتماعيه وعندك عقود العمل والبي سليب وشهادات الخبره، فبصراحه النصيحه ليك يعني وفر فلوسك. احنا عملنا كده، انا في مرحله الانفيتيشن واللودج وكل حاجه ما استعنتش باي مكتب هجره، كان كلها يعني بتبقى جروبات داخليه ومساعده الاصدقاء، زي ما انا دلوقتي مهمتي ان انا بساعدكم في الحاجات ديت، فبرضه كان في ناس بتساعدنا قبل كده، كلنا بنساعد بعض. فلو الخلاصه، لو انت الدنيا سالكه معاك توكل على الله، ابدا لوحدك. حتى في الفيت اسس لو انت بتقيم لوحدك، انا ليا واحد صاحبي قيم الموضوع بسيط جدا جدا جدا، ان هي شويه اوراق انت بتقدمها. عايز اقول لك ان هو اسهل حتى من الابلكيشن بتاع الطياره لما بتيجي تحجز تذكره، فتخيل بقى. ولو في اي حاجه احنا بنقولها مع بعض، ولو عندك اي اسئله واحنا ان شاء الله هنحاول نجاوب عليك باذن الله. يومكم سعيد باذن الله، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.